يعني على مدار ما يقرب من 25 سنة، إدارات نادي الزمالك كلها فشلة. كلها. كل إدارة تيجي تقول لك أنا بصحح أخطاء الإدارة السابقة، أنا بصحح أخطاء الإدارة السابقة، واللي يجي بعد يقولوا نفس الكلام، واللي بعده يقول نفس الكلام. يعني كلهم فشل في فشل في فشل. ليه بنقول الكلام ده؟ لأن من 2002 الأرض متخصصة لنادي الزمالك. من 2002 يعني من 23 سنة، ولحد دلوقتي ما تدبش فيها مسمار. مفيش حد واحد من الادارات السابقه اللي جت قال لك يا مؤمن نشوف الارض دي نعمل فيها اي حاجه، نبني فيها اي حاجه، يعملوا اي خطوه. وحصل كذا مره انذار من الدوله بان بدأوا الانشاءات يا جماعه هنسحب الارض، ولا حياه لمن تنادي. مسقعينها ورامينها ومفيش اي حاجه تمت. قال لك ايه اللي تم؟ 2% بس انشاءات. 2% ده يعني يا دوبك السور الشائك اللي اتحط على الارض، ويا دوبك كم كيس الزباله اللي الناس بتاخدها ترميها وهي نازله الشغل. مفيش اي انشاء. 2% ده ولا حاجه. يعني ويجوا بعد كده يزعلوا، يقول لك المؤامره الكونيه والدوله متآمره علينا، والنادي الاهلي ده نادي الدوله، والزمالك كان الله في عونه وبتاع. من 2002 الارض متخصصه لنادي الزمالك، ما تدبش فيها مسمار. وكل شويه انذار من الدوله لنادي الزمالك، ابداوا يا جماعه انشاءات هنسحب الارض. ولما جه يسحبها قال لك لا معلش، اللي هو كان سنه 2020، قال لك مدينا مده الانشاءات شويه، 4 سنين كمان. وجم بعد كده باعوا في الارض لهيئات حكوميه وهيئات استثماريه، وقبضوا 870 مليون، وهم اصلا لسه لا بنوا حاجه ولا اي حاجه تمت، وبدون اخذ تصاريح من الدوله او من رئاسه الجمهوريه او من هيئه المجتمعات العمرانيه. ازاي يا جماعه الكلام ده؟ حاجه لا ما تاخدش العقل. حاجه بجد ولا في الخيال ان انا يكون عندي ارض ما بنتش فيها اي حاجه لسه، وابيع فيها من غير ما اخد اذن وقرار من الدوله واذن من الحكومه. طبعا ده وش امبارح لما شفنا الخطاب بتاع النيابه العامه. ده اكيد المجلس ده هيتحل، وهيبقى فيه اهدار مال عام وهيتحاكموا اكيد، ما فيهاش كلام. لان انت الوقت ده الموضوع بس مش كان انت مثلا احنا خلاص خدنا الارض منك عشان انت ما بتبنيش وما عملتش فيها اي انشاء وما عملتش فيها اي فعل. لا، الموضوع ما توقفش عند كده بس. احنا خلاص سحبوا الارض عشان مفيش اي حاجه تمت فيها. بالعكس كمان هيتم تحقيق ان انت بعت حاجات في الارض دي وقبضت فلوسها، وانت من غير ما تاخد اصلا اي اي قرار او اي موافقه من اي جهه حكوميه. والفلوس اللي خدتها دي صرفتها برضو ما تعرفش صرفتها منين وصرفتها فين. لان انت عمال تقول لي انا مش لاقي اكل وبشحت والنادي هيقفل وبعت لي الارض واديني الارض. فانت دخلت نفسك في كذا مشكله. مش قصه بس ان انت عايز الارض ترجع لك تاني، لا. رقم واحد مبدئيا مفيش ارض هترجع تاني. رقم اتنين ان انت بعت حاجات في اجزاء في الارض لهيئات حكوميه، شوف بقى لبنوك لشركات بتاع، وقبضت فلوسها من غير ما تاخد موافقات، وده غلط. والفلوس اللي خدتها انت صرفتها فين؟ فطبعا وزير الشباب والرياضه قال لك هيتم عمل لجنه، وهيتم البحث ويشوفوا الدنيا فيها ايه، ولو في اي مخالفات هيتم حل مجلس الزمالك، وده طبيعي. والزمالك دخل نفسه في دوامه كبيره، وده بسبب فشل ال رؤساء مجلس الإدارة ومجالس الإدارة اللي فاتت كلهم بلا استثناء. بقالنا 25 سنة عايشين في دوامة بسببهم. يعني مش بسبب بقى ان هم مظلومين والمؤامرة الكونية وان الاهلي نادي الدولة، لا، مفيش الكلام ده. هم منهم فيهم بياكلوا في بعض، وفشل بسببهم، ومضيعين نفسهم وحياتهم، ومدخلين نفسهم في قصص بسببهم هم وبسبب افعالهم هم. بسبب افعال ان هم مفيش تخطيط، مفيش رؤية. كله بيجي يحاول يطلع الاداره القديمه ان هي اداره فاشله، واداره مش شغاله، واداره مش عارف ايه، واحنا اللي هنيجي نعمل الصح، واحنا اللي هنيجي نبني من جديد، واحنا اصلا عاملين نصلح في اخطاء الاداره اللي فاتت. واللي جاي يجي يقول نفس الكلام، بنصلح في اخطاء الاداره اللي فاتت. يعني كلها غلط في غلط، وكلها ما حدش بيعمل اي حاجه. فالحين بس ايه؟ يجوا هات لك يا عم 30 40 لعيب، ومشي 30 40 لعيب ده، وهات وهكذا وهكذا وهكذا، زي ما كنا بنشوف ايام المستشار مرتضى.
يجيب كل اول موسم يعمل الصوان بتاعه ده، ويجيب له بتاع 20 لعيب ويكون ممشي زيهم بس، وارمي في فلوس وودي في فلوس ومفيش اي حاجه بتتعمل. فهنشوف طبعا الدنيا هتمشي ازاي في التحقيق اللي هيحصل بعد الخطاب بتاع النيابه العامه، ونشوف الموضوع هينتهي على ايه.